الناس اللي بتفكر تسافر الكويت ده كده عايزك تصلي على سيدنا محمد وتستغفر ربنا، وعايزك تسمعني للنهايه اللي انا هقول لك كلام في الفيديو ده ما اعتقدش اللي في ناس كتيره هتقوله لك. بدايه كده الناس اللي بتفكر تسافر الكويت او عايزين يسافروا الكويت ناس كتيره جدا الفتره الاخيره كانوا بيسالوا الكويت فتحت ولا لسه، بس انا ما كانش عندي المعلومه اللي انا اقول لك فتحت ولا لا او اي حاجه، فما كنت متاخر شويه بالفيديو ده. بس لحد دلوقتي اللي انا بكلمك فيه ده الكويت لسه ما فتحتش للمصريين، ولكن في بوادر كويسه ان الكويت تفتح قريب للمصريين بعد الاجتماعات اللي حصلت الاسبوع الماضي ما بين مسؤولين مصريين وما بين مسؤولين كويتيين. لا الموضوع قرب جدا، ولكن مفيش تاريخ معين اقدر اقوله لك ولا اي حد يقدر يقوله لك، ولو حد قال لك على تاريخ معين فالشخص ده بيضحك عليك. لكن في البدايه كده لو انت بتفكر تسافر الكويت ففي حاجات مبدئيا انت لازم تكون عاملها لنفسك وتسال هل فرصه العمل بتاعتي متوفره في الكويت ولا لا؟ هل هنزل الكويت هعرف اشتغل ولا لا؟ في البدايه كده لو انت عايز تسافر الكويت فلازم تكون اول حاجه عامل جواز سفر لنفسك. لو لسه مخلص تجنيد جديد فلازم تكون معاك موقفك من التجنيد وعامل جوازك ومستني ان تدي ورقك لحد ان يسفرك الكويت. والاهم كمان اللي انا اسال بقى على فرصه العمل بتاعتي ايه المتوفر ليا في الكويت، ما انا مش هروح كده وخلاص. هتسمع من الناس بقى اللي يقول لك روح فيزا حره ولا يقول لك روح على شركه ولا يقول لك مش عارف ايه. كل الكلام ده مش مهم قد ما انت تسال نفسك انا هشتغل ايه المهنه اللي انا بشتغل فيها وهلاقيها في الكويت ولا لا. في البدايه كده الكويت بتحترم جدا المؤهلات العليا والناس اللي معاها مهن كويسه. اي حد معاه مؤهل كويس الكويت هتحترمك جدا وهتاخد راتب كويس جدا. الاهم بقى ان الكويت في الفتره الاخيره كانت مهتميه بالتعليم جدا، يعني انت مدرس هتلاقي فرصه عمل ليك كبيره جدا في الكويت. وزاره الصحه في الكويت مهتميه جدا بالقسم الطبي، دكتور، تمريض، فني، الحاجات دي كلها ليك فرصه عمل كبيره في الكويت لو انت سافرت في الفتره اللي جايه ان شاء الله لما تفتح. لو انت بقى صنايعي في مجال المعمار فانت لو صنايعي معاك مهنه كويسه، محار، سباك، نقاش، اي حاجه تخص المعمار فانت هتلاقي نفسك في السوق العمل الكويتي. وفي الفتره الاخيره بداوا يتجهوا ان هم يجيبوا ناس معاهم مهنه كويسه. كلمه اي حاجه ما بقتش بتنفع في الفتره الاخيره في الكويت او في اي دوله خليجيه. الحاجه الاهم بقى ان انت هتسمع ناس تقول لك على ارقام ما تسافرش غير على الرقم ده، ما تسافرش غير على الرقم ده، ما تسافرش غير ب 500 دينار، ما تسافرش غير على 400 دينار، ما تسافرش مش عارف على ايه. كل الكلام ده جميل وكويس، بس ما حدش عارف انت ظروفك ايه، وما حدش عارف انت عيشتك عامله ازاي. هل انت بتعرف توفر نفس الارقام اللي بتسمعها من الناس دي؟ انت اللي تحدد هل الراتب ده كويس ليا ولا لا. ممكن يكون الراتب ده كويس من وجهه نظرك ليك بس مش كويس من وجهه نظر حد تاني. كل واحد بيشوف هو واقف فين والراتب ده كويس ليه ولا لا. الحاجه الاهم بقى موضوع المكاتب بتنصب على ناس كتير. اهم بقى اللي انت لازم تكون مركز فيها جدا، انا هدي ورق لمين ومين اللي ينفع يدخلني الكويت واكون شغال في مكان كويس والشركه اللي شغال فيها محترماني وماشي في البلد كويس ومحدش يقدر يقول انت جاي مخالف او اي حاجه، او ان انا اكون رايح عن طريق مندوب او اي حاجه. ان انت يكون ليك حد بيسافر الكويت تدي الورق بتاعك يقدمه لك لما الكويت تفتح ان شاء الله في اي شركه، تروح تلاقي نفسك انت رايح تشتغل على شركه. لو انت معاك مهنه كويسه مالكش حد في الكويت فلازما اشوف مكتب محترم اديه صوره الجواز من غير ما اديه فلوس واقول له انا عايز اسافر الكويت وانا معايا المهنه كذا وعايز اسافر الكويت. جاب لي التاشيره بتاعتي في الوقت ده اقدر ادفع له اي فلوس، غير كده ما تدفعش لاي حد فلوس وخلاص. معاك مؤهل كويس، مدرس، دكتور، يبقى انت لازم تقدم على وزاره التربيه والتعليم او على وزاره الصحه او على اي وزاره اللي انت عايز تروح تشتغل عليها حسب المؤهل بتاعك، وتكون رايح بطريقه قانونيه. الحاجه الاهم اللي هتسمع كلام كتير من ناس كتير ان الكويت هتلاقي فيها معامله مش كويسه وهتلاقي فيها الناس بتعاملك وحش. الكلام ده كله سيبك منه. قلت الكلام ده عشان خاطر انا بسافر الكويت، لا انا بقول لك الكلام ده بكل امانه. الكلام ده كله ما تسمعوش من اي حد. طول ما البني ادم مننا بيحترم نفسه قبل ما بيحترم اللي قدامه، اللي قدامك هو مضطر ان هو يحترمك. الكويت هتلاقي الناس بتعاملك كويس، هتشتغل فيها شغل كويس، ربنا يكرمك. لو انت رايح تاكل لقمه عيش رايح على اي طريق تاني فانت مش هتطول في الكويت، واول غلطه هتعملها هتلاقي نفسك متصفر تاني. ربنا يكرمكم جميعا وربنا يوفقكم، واتمنى كل واحد يسعى على فرصه العمل بتاعته وما تكسلش وما تيأس، وبعد طوله كبيره ان شاء الله ربنا يسهل وتفتح قريب. محدش عنده اي معلومه هتفتح امتى، مفيش حد عنده معلومه ان الشروط هتكون ايه. ما تخليش حد ينصب عليك، ما تخليش حد يضحك عليك ويقول لك ما تسافرش الكويت او ما تسافرش هنا او الراتب ده مش كويس او الراتب ده كويس. انت في ايدك تحدد، ما تخليش حد يحدد لك الحاجه دي كويسه ليك ولا لا. انت قيم نفسك، شوف نفسك انت فين بالظبط، وهل المكان ده كويس ليك، هل المهنه دي كويسه ليا، هل الراتب ده انا كنت بعرف اوفره في بلدي ولا لا. وهنا تقدر تحدد لنفسك تسافر ولا ما تسافرش، والراتب ده يكون كويس معاك ولا لا. بالتوفيق لكم جميعا، وان شاء الله اول ما حد
ينزل خبر او يكون عندي معلومه ان الكويت فتحت رسمي، هكون من اول الناس اللي منزل لكم الفيديو وشرح لكم ايه الشروط وايه الحاجات اللي المفروض تمشوا عليها وايه الخطوات. وربنا يوفقكم جميعا. السلام عليكم، اشوفكم على خير.